اهلا بيكم، انا وردة السيد. هعمل معاكم النهارده البيتزا السايله بطريقه سهله وسريعه بدون عجن وناجحه جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتكتبوا لي كومنت حلو. جبت بوله حطيت فيها كوبايتين دقيق منخولين وحطيت عليهم معلقه كبيره خميره ومعلقه صغيره بيكنج باودر. بعد كده هضيف عليهم معلقتين كبار لبن بودره ومعلقتين كبار سكر ومعلقه صغيره توم وبصل باودر ورشه ملح، وهخلطهم مع بعض كويس. بعد كده هضيف الميه شويه بشويه وانا بقلب. الكميه دي اخدت معايا بالظبط كوبايتين الا ربع ميه. هضيف ربع كوبايه زيت على الخليط وارجع اقلبه تاني لغايه اما الخليط يبقى معايا بالشكل ده، لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. بعد كده جبت صينيه دهنتها زيت وحطيت فيها ورقه زبده وصبيت الخليط جوه الصينيه وفردتها، وهتتفرد معاكي بسهوله قوي. هدهن اطراف العجينه بالصلصه وهسيب لكم مقاديرها في صندوق الوصف. حطيت جبنه رومي وموتزاريلا ووزعت عليها فلفل الوان وزيتون، وبعد كده حطيت السلامي. انت بقى حط الحشو المتاح عندك او اللي انت بتحبيه. هدخلها الفرن، كنت مسخنه وانا بشتغل في العجينه على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه. ده شكلها بعد ما طلعتها من الفرن. قطعتها، هتلاقي العجينه هشه وطعمها جميل. جربيها مش هتاخد منك وقت. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو.